له فلا مضل له يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده ربي لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي وفقني وإياكم لأداء هذه الفريضة في بيت الله وفي جماعة، وهي نعمة عظيمة. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. قال: فلا يطلبنكم الله في ذمته. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لنا لأداء هذه الفريضة في جماعة في بيت الله. وأحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لي زيارة آبائي وإخواني وأبنائي في هذه المدينة الطيبة أهلها، مدينة حيص، وبزيارة أخينا الشيخ النبيل الرجل الشهم أبي العباس فؤاد العماري حفظه الله ووفقه وسدده، زيارة لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. ولقد شنف أسماعنا أخونا عبد الرحمن بتجربة طيبة في صلاة الفجر في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. مر على آيات فيها ذكر هلاك الظالمين والتوعد من الله عز وجل لهم بسبب ظلمهم وبغيهم ومكرهم وعنادهم، فالله عز وجل ليس بغافل عنهم، وأنهم إلى زوال وإهانة في الدنيا والآخرة. وأيضا هذا الذي ينبغي أن يعلم عند أهل الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى ليس ونديها ما على أهل الإسلام إلا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاقتراح بين يديه واللجوء إليه. فالقوة لا بارك الله في البعض، فكم من الإشاعات وكم من الأراضين التي أصابت الناس بوهن وضعف وعدم رفع معنويات، والناس تقول طال الوقت ومتى الأمر لله من قبل ومن بعد، ولله الحكمة البالغة. أما نحن علينا الإقبال على الله والتمسك بهذا الدين. كيف نريد النصر والعز والتمكين وفي صفوفنا دعاء غير الله، وفي صفوفنا الذبح لغير الله، وفي صفوفنا النذر لغير الله، وفي صفوفنا التعامل مع السحرة والكهنة والمشعوذين، وفي صفوفنا قتل النفس المحرمة بغير حق، وفي صفوفنا الزنا واللواط وتعاطي الخمور والمخدرات
وفي صفوفنا قطيعة الرحم وأذية الجيران والظلم والتسلط على الغير. ذاك يتسلط على أخواته بأخذ ميراثهم، وذاك يتسلط على جاره بأخذ بعض الأمتار من مزرعته أو من أرضيته، وذاك وذاك. لهذا لا بد من الرجوع إلى الله، وإلا الأمور مبشرة إلى خير، والنصر يلوح بالأمم، وما هي إلا ساعات ولحظات وأيام قليلة إلا والحوث قد انتهى بفضل الله وحوله وقوته. ونبشر الناس أن الناس في كل الجبهات على أهبة الاستعداد، منتظرة ساعة الصبر والحوث في هذه الأيام في ضعف شديد. وما هذا الضرب يمنة ويسرى، شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، على الأماكن الحيوية والآمنين والمواطنين، إلا فعل الجبان الخائف الضعيف. والإشاعات أتعبت الناس، سواء في الساحل الغربي أو في الطالع أو في الحد اليابع أو في جهة لودر البيضاء أو في حليب أو حتى في مطارح الكرامة الرياض. إشاعات أراجيل يبثها الحوثي ومن معه، وإلا الناس إلى الآن في صمود وثبات. فلا تلتفتوا لأصحاب الإشاعات والأراجيل، فالناس بإذن الله على وشك الانقضاء على هذا الخبيث. ولهذا الله عز وجل يقول: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحبه بالغار، فيقول له صاحبه: يا رسول الله، لو أن أحدهم أبصر موضع قدميه لرآنا. قال له صلى الله عليه وسلم مثبتا وواثقا: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. لا بد من الثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن الله يعز دينه وينصر عباده حتى يستيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فالثبات الثبات والإقبال الإقبال والتضرع التضرع واللجوء اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فمهل الأيام قلائل وإذا بنا نرى ونقر أو تقر أعيننا بالنصر المبين للقريب العالم بإذن رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يعجل بزوال الروابط الحوثيين
يقطع الجواسيس الماكرين المتعاونين مع الحوثيين. ونسأل الله عز وجل أن يثبت أقدامنا وأن يسدد رمينا وأن يربط على قلوبنا، ونسأله الفتح المبين. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.